دور البرد اليومين دول مش سايب حد في حاله، وكتير مننا مناعته ضعيفة مش بيقدر يقاوم البرد. هنعمل مشروب خطير يقوي مناعة الجسم ضد نزلات البرد وطعمه تحفة. في الكبة اجيب برتقانة بسرة متقطعة مكعبات بالشكل ده. احنا عارفين ان البرتقان غني بفيتامين سي اللي بيقوي المناعة، بيساعد الجسم على امتصاص الحديد. واحدة ليمونة قضاليا، الليمون القضاليا مالي السوق وبسعر رخيص جدا وطعمه حلو وغني بفيتامين سي اكتر من الليمون البنزهير، ونسبة الحموضة فيه اقل من الليمون البنزهير. متقطعة مكعبات بالشكل ده. قطعة من الجنزبيل. هضيف معلقة كبيرة من العسل النحل. عارفين القيمة الغذائية العالية لعسل النحل عاملة ازاي في الشتاء ده بالذات. معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود بتساعد الجسم على امتصاص الكركم. طحن المكونات دي كلها مع بعض طحن ناعم. بعد ما طحنا المكونات بالشكل الجميل ده هجيب قالب مكعبات التلج واضيف فيها الخليط وادخله الفريزر لحد ما يجمد ويتماسك. ده شكل مكعبات العصير بتاعتنا بعد ما اتجمدت بقت بالشكل ده. هنجيب كيس تلاجة ونفضيها فيه، نحتفظ بيها في الفريزر كل ما نحتاج ناخد مكعب نستخدمه. هفردهم في كيس التلاجة بالشكل ده وافرغ منه الهواء واربطهم واحتفظ بيهم في الفريزر. مكعب هضيف عليه ميه دافيه مش سخنه ولا مغليه عشان الميه المغليه بتكسر فيتامين سي الموجود في العصير. جهزنا المشروب الخطير بتاعنا، مشروب روعه بيقوي مناعه الجسم ضد نزلات البرد وطعمه تحفه، يا ريت تجربوه.